دعم أمهات ضحايا بعض الجمعيات اللي عم تستغل المرأة المعنفة من أجل أرباح تجارية أو أهداف أخرى. خبرنا شوي كيف بلشت هالفكرة معك؟ شو صار معك على المضبوط؟ مين التقيت؟ مين شقلب لك مفهوم هالحالة كلها حتى بلشت بهالحملة؟ أول شيء فصح مجيد وتنعاد عليكم بصحة والعافية. ينعاد عليك أكيد. أولا نحن حبينا نبدأ معكم بتقدمة لكم باقة ورد نقية جوية. بعض الجمعيات عم تستغل مأساة ومعاناة المرأة تحت شعار رنان عنف المرأة لتكسب أموال طائلة من منظمات غربية. يا ريت بيشتغلوا بطريقة حلوة، بل بالعكس عم بحردوا، عم بشهروا بكرامة العالم. كيف وصلت لك هالمعلومات وكيف أخذت هالموقف ضد هالجمعيات يلي بعض الأحيان أكيد من وراء السيدات اللي وصلوا لعندك عرفت نحن تجربة شخصية هي خبرنا عن هالتجربة الشخصية ليل. تجربة شخصية دفعتني دوق هالموضوع بعد ما أخذوا مش ما عندها عنف معنوي ولا جسدي، وهي للأسف مدامتي. واشتغلوا عليها كون إنه أنا إعلامي لحتى شهروا باسمي. فقلنا تقريبا شي سنة عم نعاني من وراء هالموضوع من وراء بعض هالجمعيات. للأسف حتى لجأنا لبعض الوسائل الإعلام لحتى نطلع ونرجي الحقائق المضبوطة. يعني ما كان عندكم أي مشاكل زوجية وإنما استغلوها أو لأبراز نفسهم على الإعلام إنه يلا هيدا كإعلامي نشتغل عليه بنقدر نوصل اللي بدنا إياه. حتى للأسف صار في وسايط، يعني صار في وسايط كتير بكل شيء، حتى بالإعلام في ناس ما عم تشتغل صح. طلعنا عند بعض الإعلاميين لجأنا لهم، صوروا الموضوع اللي معنا وصوروا الحالات اللي معنا. عندي 16 حالة تصدق نفس الجمعية، نفس جمعية واحدة 16 حالة. عم بشهروا وعم يرفعوا دعاوى، شاطرين بس يوقفوا محاميين لناس وبياخذوا بعدين مصاري من المرأة للمحاميين، وهيدي المرأة يمكن ما معها تاكل. طب ما هيك شو هدفها المرأة يلي عم تخرب بيتها بإيدها؟ يعني عم تلتجئ أو عم تتجاوب مع هالجمعيات ضد بيوتها، يعني ضد يعني عائلتها؟ لما بيجوا بيوهموها بيبدوا لها صورة بالهواء وبيقولوا نحن بنعمل لك ونسوي لك ويلا وخليكي معنا. في وعود لهم، يعني مثل ما ذكرت بالتقارير بعض الجمعيات اللي بتشتغل بسبيل المرأة المعنفة عم بتفوتها على دور أزياء وعلى طبعا اعلانات، عم تطلع عم بتبين حالها، بتبرز حالها قدام الاعلام بطريقه الفستان الحلو، الشعر الحلو لحتى يبينوا لحتى يقدروا يشتغلوا. صراحه انا عم بوجه الايادي الاتهاميه، بتمنى من معالي الوزير انه هذا المشنوق يهتم بهذا الموضوع، لانه نحن خلال تجمع سلمي نسائي مرخص وزاره الداخليه لرساله لوزاره الشؤون الاجتماعيه. رح نحكي عن هذا الموضوع. كيف من بعد صارت هالمشكله معك ومع زوجتك، شو الفكره اللي اخذتها وقررت انه تعمل حمله وتنزل وتتظاهر؟ وكمان مثل ما شفنا بالريبورتاج بآب الماضي من سنه تقريبا او اقل بشويه 8 اشهر عملت حمله ومظاهره ونزلتوا على الطريق. خبرني كمان. هو ما يعد تجمع هيك فيه 30 اسلوب الاعلام 30 مرة. انا برايي المرأة هي امي واختي وبنتي طبعا، وما حدا بيقدر يزايدنا هذا الموضوع. كنت انا يمكن شيء حلو بالحياة انه انا تعرضت لهالتجربة لحتى وعي الناس عن اخطاء بدرت من بعض الجمعيات. بليز عن جد ما تردوا على الجمعيات. بعتقد انه في عنا مراجع خاصة، مراجع شرعية او مراجع دينية روحية شرعية. بعض هالجمعيات عم توصل لدرجة انه عم تحل محل الشرعية، محاكم شرعية او محاكم روحية. خلال التجمع نحن وعم نتجمع لأوصل رسالتي لمعالي الوزير شؤون الاجتماعية، اخترقنا من 4 سيدات تابعين لهالجمعية. نحن كنا ببدارو، يمكن عم نشوف الصور وتسلمنا تبليغ خاص بالطلاق. يعني المفروض سلمنا تبليغ خاص بالطلاق، المفروض الدرك او المباشر او المحاكم الروحيه او الشرعيه اللي تسلمناهم عن طريق قبل سيدات 4 سيدات بيمثلوا جمعيه معينه. وكمان فوق هذا كله كنا عم نتصور بكاميرات التليفون.
يعني طلع الاوان وصلنا للاسف على عينك يا تاجر قدام مرمى اعين قوى الامن الداخلي. شو كنت عم بتطالب ضمن هيدي الحمله؟ انه عن جد كفانا خربان بيوت. بليز لوزير الشؤون الاجتماعيه بليز تهتم بهذا الموضوع، لانه في عن جد حالات كاذبه امرض. في حالات بتلجأ للجمعيات كمان، انا ما بلوم كل الجمعيات، في حالات كاذبه عم تلجأ للجمعيات عم تحكي قصص منا صح. بليز انتبهوا لشو في شيء اسمه مرشده اجتماعيه بتترخص من وزاره الشؤون الاجتماعيه. يعني عم بيتسرعوا بردود فعلهم اكثر ما عم بيتحققوا مضبوط من الزوج او من البيت والعائله الكبيره شو عم بيصير. مشاكل دغري عم بياخذوا طرقنا بوابهم موقف جذري. طرقنا بوابهم لحتى نفهمهم. دشرونا زعبونا يلا فلوا من هون. بس حضرتك الطرف الاخر يعني المدعى عليه خلينا نقول في كذا حاله لجأت لهم صاروا يزعبون انه في حدا حرق حاله قدام وزاره الشؤون الاجتماعيه من فتره معينه من ورا هالجمعيه. طب لوين بدهم يوصلوا؟ شو بدهم يستفيدوا؟ مال؟ ما عم يخربوا بيوت. في اولاد عم تربى بلا اميات. تخيلي انت ولد عم يربى بلا ام. يعني الام هي مثل المسك، كل ما تعذب اكثر كل ما فيح شذاه للاسف. نزلت على هالحمله مع بعض الاشخاص، قلت لي 16 سيده اجتمعوا معكم ليحكوا عن نفس المشكله صارت وهالتسرع من قبل بعض الجمعيات يلي على اساس بدهم يدعمون يحلوا لهم مشكلتهم نزلون بمشاكل تانية. كمان شو مشاكل هوديك السيدات؟ عم تقلي 16 حالة نفس الحالة تعرفت عليها؟ أكيد وعم نتابعها حالة بحالة. ونحن كلوبي اقتصادي عالمي داعم للجنة سيدات الأعمال تبنى هذا الموضوع إنه يساعد المرأة بطريقة معينة. يعني مثل ما بتعرف المرأة تشتغل بدماغها بطريقة شكلية، أما الرجل هو بيشتغل على معالجة الأمور. فدكتور عبير فرح تحية لها تبنت هذا الموضوع بدعم السيدات العاملة لحتى تساعدها بتأمين عمل بتقدر هي تتمرسوا بطريقتها. لايك انه هي تكون تطبخ بالبيت مثلا اذا عندها عائله ما قادره تشتغل تطبخ بالبيت مثل ست عايده عسكر او بالخياطه او التطريز يعني اتسرع. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع مدام عايده. خبرينا شو صار معك؟ أنا اللي صار معي إنه أنا التجيت لجمعية من هالجمعيات، التجيت لها وكنت بفكرة إنه هن يعني رح يكونوا دعم وكل شيء لإلي أو لعائلتي. للأسف يعني أنا شوي صرت أكتشف إنه عم بيستغلوا هالمشكله يعني باي طريقه. بالنسبه لي ما استغلوني ماديا لانه انا كنت بحاجه للماده. هن ما بيأمنوا لك شيء، بيقولوا لك بيعودوكي باشياء كثير بس بالاخر ولا شيء بيتنفذ. قصور. ايه مجرد حكي انه ما تخافوا نحن حدكم نحن يعني. حتى في ناس انا بحس انه حتى في عندهم وسايط، ناس بيطلع لهم اذا رحتي بيطلع لهم يحطوا لهم محاميه. ما بعرف اذا المحاميه رح ترجع تصير من جيبتهم الخاصه ولا من جيبه هالجمعيه، بس يعني ما حسيتهم انا حسيتهم تحل المشكله. لا ابدا ما بيجربوا يحلوا. لا ما بيجربوا يحلوا مشكله. بيقولوا قوانين وبيقولوا مدري شو. حتى انا سالتهم عن مسكن بحال عزت مسكن تاني. قال في جوره كتير. قلت لهم الجوره يعني ما في حدا عاجز انه يدق باب دار ويروح. ما في عندهم حلول جذريه، بالعكس لا وبحسهم انه بيحمسوا المراه اكثر وبتبقى الوحده هي رايحه تعبانه كتير بحاجه لحدا يقويها لحدا يدعمها. والدعم هو الوحيد الدعم اللي ممكن يقوي المراه هو الشغل. صح. ما في شيء بيقوي الست الا الشغل، انك تامني لها شغل تكون مستقله غير انها مستقله انها عم تعمل شيء. كل وحده منا قادره تعمل شيء. لا هن بتحسي انه عم بيحطموا اكثر يعني عم بيستغلوا ضعف هالمرأة. صحيح. وانا بتاسف يعني هلا سمعت المدام اللي مرقت قبل عن هالجمعيه اللي عم تدعم العيال ليرجعوا يمكن
يعيشوا يكفوا الحياة سوا. يعني أنا كتير بحترم هيدي الجمعية، احترمتها يعني بعدني هلا سامعة فيها، بس عن جد شيء كتير حلو ولأول مرة بسمع بهيدي الخبرية. عن جد شيء كتير حلو. وأنا يعني للأسف يا ريت من الأول وقت اللي التجيت لجمعية من هالجمعيات يا ريت كانت عم بتقدم نفس الشيء. للأسف لا، ما قدموا نفس الشيء، وحسيت حالي عم صير داون أكتر، عم بتعب أكتر. يعني أنا قلت لهم أنا بحاجة للشغل، بحاجة لأطلع، بحاجة لأعمل أي شيء. هني لا، ما كان عندهم إلا يعملوا مثل ما عم بيحكي مظاهرات ويلبسوا شعارات وأصوات عالية. الست منها هيك. شو كنت بتتمنى يصير يعني كمرأة، كأم، كزوجة عم بتعاني ببيتها؟ شو كنت بتتمنى من هود الجمعيات أو من حيالله مراجع كيف يساعدوك حتى تضبطي أمورك؟ يعني هو المفروض ينشغل على العلاقات الزوجية أكتر. يعني بحال صار في خلاف، ما بعتقد في بيت ما في خلاف، بس المفروض يكون في جمعيات تدعم العيال أكتر، تقربها لبعض أكتر. بحال ما صار فيها التقارب، ساعتها يشتغلوا على أنه هالست تكون قوية لتقدر تكفي بعيلتها، لأنه الأولاد هن اللي بحاجة لنا، هن بحاجة لوقفتنا، بحاجة للأم تكون قوية. أنا تعبت كتير، صحتي تعبت، ابني تعب كتير. يعني كنت أنا عم بضعف، ابني عم يضعف أكتر. فمن هون كل ما بتكون الست قوية ولادها بيطلعوا قوية وبيقدروا يكفوا، بيقدروا يوصلوا لمطرح مش لازم نحن كنا نوصل له. وان شاء الله يعني نتمنى نهاية العالم. بتحسي بلحظة من اللحظات بعز الأزمة بتحسي الدنيا انتهت هون. بسم الله عليك، رجعنا شفناك قوية والبسمة على وجهك بتجنن، وقدام ابنك عم تعطيه كمان هيك مثل من الاستقلالية. خبرينا شو سر هالقوة وهالضحكة هلا هيدي الضحكة بصراحة. يعني أنا أول شيء بدي أتشكر مجلة عطر الفن، أو ورا ضحكت ابني اللي بحب كتير أكلي عم بيشجعني كتير لحتى أعمل أشياء أحلى وأحلى. وهلا شفنا كمان جبتي لنا شيء كتير طيب. هذا نموذج هذا شارلوت أفريز، إن شاء الله يعجبكم. بس أنا الشكر الكبير بصراحة لأستاذ ليل ولا مونيك اللي وصلتني لاتعرف على أشخاص عن جد يدعموا بطريقة كتير حلوة، ويحسسوك إنه أنت شيء كتير مهم وقادرة تكوني أحلى وأحلى وأحلى. بعد هلأ خبرينا عن شغلك، هودا عم تعمليهم وعم بيتم بيعهم وين أو توزيعهم؟ لا بصريح لا، أنا ما يعني أنا بشتغل على الطلب. اوكي، بعدني بشتغل على الطلب. بعد ما عندي كتير يلا ان شاء الله قريبا اكيد، بس اجمالا بعمل كتير اشياء على الطلب، من اكل مالح لاكل حلو لكل شيء. وحسب ما مبين عندي كتير طيب يعني. هلا عاد متقرب الله يقويكي. ورح نتعرف كمان عن هاللجنه. ليلى خبرنا كيف عم تدعم هالسيدات يلي عندها بعض المشاكل، يلي مرقت بخبرة بشعة، ولكن خلينا نرجع نستمد القوة من هالضعف وتدعموهم من خلال اللوبي الاقتصادي. تفضل يا ريت تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع لحتى كل يلي عم بيشوفنا وعنده بعض المشاكل ما يتسرع لخربان بيوته وتحت شعار المرأة المعنفة. المرأة مثل ما قلت حضرتك مش ضروري تكون معنفة، فيها تستغل هيدا الضعف تترجع تقوى من خلال بعض الحملات الإنسانية يلي عم بتساعد تتشوف الوجه المنير من المشكلة، الوجه البناء من المشكلة. المرأة باختصارا يعني هي أحلى كائن على وجه الأرض. ليه؟ شو السبب؟ أول شيء لو مع المرأة أنا ما كنت هلأ معك، لو مع أمي أنا كثير بتشكرها يعني، وبالعكس كثير ضحت. نحن عم نشتغل كدعم سيدات الأعمال. كمثل سيد المسيح لما انصلب
كان عم يعطي من وراء عذاب وعطاءات. نحن هذا اللي شعارنا واللي عم نشتغل على هذا الأساس. نحن مش عم نحرض المرأة على الزوج، بالعكس نحن عم ننمي قدرة المرأة تكون فعالة بالمجتمع وتكافح وتضل واقفة على اجريها، مش مثل بعض الجمعيات عم يذكروا عن بعض الرجال هن كمجتمع ذكوري. طبعا في رجال بعنف وفي رجال منيح، في رجال مثقف المتحضر. صحيح. في مرة كمان بالحياة تكون وفي رجل ما بيعرف انه هيدا غلط ومش هيدا الاسلوب الناضج لتصحيح العلاقة مع زوجته. في بعض الرجال بيعنفوا فكرا انه عم بيصلحوا انه اسمعيني، ولكن الحوار بيصير بطريقة اكيد مختلفة. المفروض يكون في كيفية التعامل مع المرأة. لازم هذا الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني انا ما شيء انا لازم اقول لهم عليه، لازم هن لحالهم يشتغلوا فيه. انا بصراحة كنا بفترة عم نحكي انه ليه ما بيعملوا كتاب من الروضات للجنسين، ان كان للرجل او للمرأة، يجمعوا بعض دكاترة نفسية ويعملوا كتاب وبلشوا بالتراتبية يمشوا ليوصل للجامعة. هيك بيوصل الشاب او السيدة لجامعة متثقفين وفي مساواة بين الرجل والمرأة. للأسف عنا بس شاطرين يطلعوا على التلفزيونات على الانتخابات ويلا مين بصوت ومين ما بصوت. صراحة صار في موضوع وسايط بكل شيء، كان بالإعلام ولا كان بالحياة الاجتماعية. حتى الطلاق كمان في وسايط. الطلاق سويس للأسف. يعني تخيلي المفروض تبليغ نتبلغوا من قبل درك أو المحكمة الشرعية أو المحكمة الروحية، بلغناه من قبل سيدات ممثلين بجمعية معينة. طب شو العالم شو بدها تحكي؟ ما نحن عم نمثل الصورة الحلوة للخارج. صحيح. حتى كمان بعد الزملاء بدي وجه تحية لزميل توني خليفة. كان عم يحكي مرة ببروجرامه كمان عن موضوع عن بعض الجمعيات اللي بتطلع على دولة غربية وبيحكوا عن المجتمع اللبناني، ويلا صار عندنا حالات وفاة مثلا لامرأة معينة من وراء جراء زوجها قتلها. مع العلم بتكون هذه الحالة اللي عم تموت يعني يمكن من وراء جمعية. يعني حتى عم بيرفعوا دعوة على الرجل بدون ما يحموها أو ياخدوها على مكان معين مثلا يأمنوا الحماية أو يجمعوا إذا في مجال يجمعوا الرجل والمرأة لحتى يصير في تفاهم لأنه يبنوا علاقة حلوة كرمال في أولاد. صحيح. نحن هون تمنينا ندعم ماديا السيدة اللي بتلجأ لعنا، وبتمنى بليز هلا بعد مقابلتك اي حدا عنده معاناة مع بعض الجمعيات او بحاجة ناس انه يتساعد، نحن بنتطرق لهذا الامر ومعنا اشكال بابنا مفتوح. ما بعرف اذا فينا نقول ارقام تليفوناتنا 03296864 او فيكم على الباي ايميل info@outerfan.com. واهلا وسهلا فيكم وميرسي لك عن جد لانه استضفتيني هون لحتى ضوي على هذا الموضوع، لانه عن جد موضوع راي عام، ملف راي عام المفروض يتضوى عليه، ما يتسكر ونحط بالجوارير. صح. وما نتسرع كمان ونقول انه نلتجئ للجمعيات او لحيلا طرف ثالث ما يساعدنا اكثر بتخطي هالمشكله ويعطي البديل كمان لهالعائله او لهالبيت اللي عم يتسكر. اكيد نفكر نرجع نعيد حساباتنا، نرجع نعيد هدف والوعد اللي اعطيناه لشريكنا بشكل كتير واعي كرمال العائله، وخاصه بس يكون في اولاد. واكيد شكر كتير كبير لللوبي الاقتصادي وللجنه سيدات الاعمال يلي عم تدعمكم ويلي مستعده اكيد تدعم كل سيده لترجع تعمل هيك اعاده توازن بحياتها. بتحب ترجع تقول كلمه اخيره بنهايه هذا اللقاء؟ بدي اتشكرك، ومجله عطر الفن عم تنشر عطره من خلال موضوعات حلوه كتير يمكن خاصه بالمراه او الطفل. صحيح، نحن متابعينها بكل محطاتها. انضمامك لنا نداء اخير لكل السيدات اللي عندهم مشكله معينه من وراء خبرتك، شو بتقولي لنا؟ أنا من وراء خبرتي بدي أقول لهم ما يروحوا على جمعيات، يلتجوا لناس يمكن واعية توعيهم أكثر، ترشدهم على طريق يعني يعملوا شيء
بحياتهم، يشتغلوا، يشوفوا هن وين بيلاقوا حالهم، يعملوا الشيء اللي بيحبوا. وأكيد الحياة صعبة، منوقع بس بنرجع منوقف.